فتوح راح اسم العالمين، وباين طبعا من الصورة اللي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا ان يعني في بقع دم على قميصه او على اللبس اللي كان لابسه، فواضح ان هو كان بيحاول يعني يساعد الراجل او هو اتصل بالاسعاف، الله اعلم برضه في الحتة دي. ولكن يعني الراجل خلاص ده عمره وده اللي حصل. فتوح لما راح هناك راح له كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، عشان الراجل اصلا كان هو يعتبر اقرب واحد ليه من حيث المكان، لان الراجل كان في الساحل برضه. طيب، واتعمل تحليل مخدرات لصبحي والفتوح. التحليل اللي هو المبدئي البيزك العادي جدا اللي بيتعمل الناس السواقين الشحنات الكبيره وسواقين النقل والحاجات دي كلها، التحليل ده بتعملهم على الطريق عادي جدا. يعني تحليل بيتعمل في 5 دقايق كده. فتبين ان صبحي ما عندوش حاجه، فالراجل اخله سبيله علشان هو مش مطلوب على ذمه قضايا تانية، فخلاص اخله يعني سبيل محمد صبحي.